رسميا تم استدعاء سفيان بوفال للمنتخب المغربي. ما يمكنش توقعتهاش الصراحة. شنو الرأي ديالكم بالنسبة لهذا الخبر العجيب والغريب والمفرح؟ وانت الرأي ديالكم في هذا الماتش؟ جاني مزيان، ولكن اثيوبيا ضعيفة، كان خصنا نلعبو على أقل 4-1. وهبي هذا نداء ليلك، ضروري ما تعيط لهذا جسيم ياسين، ضروري ما تعيط له. احسن مراوغ في الدوري الفرنسي. بالنسبه للائحه المنتخب المغربي، كنفضل بالنسبه ليا انه يستدعي امرابط ضروري، ويستدعي شديره يقدر يقدم اداء مزيان، واخا ما كيلعبش ولكن يعطيه فرصه. ويستدعي ديك اللاعب اللي كيلعب مع غلاطاساراي، زياش ضروري. هادو ضروري، هاد الثلاثه هادو الركائز. لحظه ادراك، هاد الماتش داز عليه 3 سنين. او لا لا، 2-1. كنتمنى نعاودوها في كأس العالم، وممكن مش مستحيل. برازيل في ديك الوقت كانت قوية من دابا، كانت قوية الصراحة بلا كذب. يوم المباراة يواجه المنتخب المغربي المنتخب المصري على تمام الساعة الثامنة مساء. حتكون ماتش واعر. كنتوقع غادي يغلب المنتخب 2-0 بالتأكيد إن شاء الله، ونتأهلوا للدور القادم. إذا رسميا هي المجموعة ديال المنتخب المغربي اللي غادي تكون مؤهلة لكأس أفريقيا 2027. شنو رأي ديالكم في المجموعة؟ كتبان لي سهلة، وسبحان الله دائما كتجي معنا الكابون، ما عرفتش علاش. إذا رسميا اللاعب إسماعيل سيباري يفوز بالحذاء الذهبي كأفضل لاعب في الدوري الهولندي لهذا الموسم. كيستاهل صراحة بالحق. خصك تقدم أداء واعر في كأس العالم. لكل مجتهد نصيب. رسميا المنتخب المغربي يتأهل لربع نهائي كأس أفريقيا بعد فوزه على المنتخب المصري. ماتش واعر، قدمت أداء ناضي، وبالتالي حنا كنتأهلوا لكأس العالم. أقل من 17 سنة، تبارك الله عليكم الدراري. والخطوة المجاء هي نديو كأس العالم، ماشي مستحيلة. ودابا نركزو في كأس افريقيا، نديوها مورا نديو كأس العالم كما داروا الشبان 22 20 سنة. ياسين جاسم فرحان مع المنتخب المغربي، وداك الشيء اللي بغينا الصراحة. وما كرهتش يشارك في كأس العالم ويقدم أداء واعر، وكنآمل به. هذه مشينا فيها. هاي المنتخبات اللي يقدر يواجهها المغرب إلا جا كمركز الأول في المجموعة. عندك هاد المنتخبات في الدور 32 هما من المجموعة اف. وهاد المنتخبات صراحة قويين. كوت ديفوار، فرنسا، السنغال، ألمانيا، النرويج. وعندك حتى في ديك المجموعة تونس حتى هي صعيبة. أما إلا جينا المركز الثاني فالقضية غتكون سهلة شوية. عندك هنايا تشيكيا، كوريا الجنوبية، جنوب افريقيا، المكسيك، سويسرا، قطر، البوسنة وكندا. ولا مجموعة اف عاوتاني. المهم حنا غنتلاقاو مع ديك مجموعة اف. وحنيني عندك كتخور؟ كيقول هذا الرئيس السعودية؟ سنواجه منتخب السنغال بطل افريقيا يوم 9 يونيو. كتحمق راسك ولا شنو؟ وتاني حاجة، السعوديين بلاتكم الخير والاحسان مع ديك الكورة وصافي. اذا رسميا هذه هي اللائحة الأولية اللي غادي تكون حاضرة في معسكر المنتخب المغربي. كيف فيها بوفال، جسيم، بوعدي والكرواني والحراس أربعة هنايا كيتقدمهم الكجوي. المهم مزيانة. عندك أنا أيوب كابي حتى هو صراحة مزيان. بن جديدة حاضر محضور. إذا هاي المجموعة المنتخب المغربي في كأس العالم أقل من 17 سنة. مجموعة متوسطة. عندك ألمانيا، أرجنتين، نيوزيلندا، وحنا نقدروا نجيو فيها المركز الثاني ولا الأول. ماشي صعيبة حتى نلعبوها في الدولة ديالنا. سمحوا لي اخوتي، وقعت الغلط. انا حسب لي هذه مجموعه ديال الشبان اقل من 17 سنه كيستقد ديال النساء. ناري. اذا رسميا هاي المجموعه ديال كاس العالم اقل من 17 سنه. المنتخب المغربي عندك جات معنا اسبانيا والصين وهذا المنتخب. مجموعه في المتناول، نقدروا نجيو المركز الثاني ولا المركز الاول باذن الله. وديروا فولو. اجنى اللاعب في التاريخ هو هذا. اختار المغرب بلاصة فرنسا من بعد ما صافي عرف راسو ما تختاروش فرنسا حتى وصل 29 سنة.
ومن بعد ما شاف الاداء الواعر ديال المغرب في كاس العالم 2022 صافي قال هادي همزه مزيانه، غنختار المغرب، غنشارك في كاس العالم 2026. مهني دابا هو مريح رجل على رجل، مش بحال الدراري اخرين. جوها بالمر هادي عامين كان مرشح للاخر الكرة الذهبية ومتعيطش لكأس العالم. غدا يوم المباراة يواجه المنتخب المغربي نظيره الكاميروني على حساب ربع نهائي كأس افريقيا لأقل من 17 سنة. اعطوني الرأي ديالكم في هاد المباراة، اش كتوقعوا؟ ان شاء الله المغرب يديها، المغرب يغلب الكاميرون. وسبحان الله جات كيما كأس افريقيا اللي فات، جينا ربع النهائي المغرب ضد الكاميرون، ان شاء الله نغلبوا بإذن الله. فال سعيد جدا لتواجدي مع المنتخب المغربي. ها هو جابو سعيد جدا باللعب ديال المنتخب المغربي، بصراحة قدم أداء واعر زعما كيستاهل. مكانش الصراحة يكون في اللائحة مستدعاة لكأس العالم، كيستاهل قدم أداء واعر. وكنتمنى يكون بحال بوفال 2022 بالمهارات العالية، داكشي اللي بغينا. إذن اليوم هو يوم المباراة، يواجه المنتخب المغربي نظيره الكاميروني على الساعة 5 بعد أن تم تغيير الوقت. باش فهمت غيروا الوقت باش ما يجوش في نفس الوقت النهائي ديال الإياب، النهائي ديال كأس دوري أبطال إفريقيا. دابا دوري أبطال إفريقيا غيكون في 8 وهذا غيكون في 5، باش فهمتي كل واحد تفرجوا بوحديتو ماشي في نفس الوقت. والصراحة كنتمنى المغرب يقدم شي أداء واعر، تأهلوا لنصف النهائي، نغلبوا بشي 2-0 كيما غلبناهم في كأس إفريقيا اللي فات. المنتخب المغربي يفوز على نظيره الكاميروني بنتيجة 1-0. الحمد لله ما خيبناش الله، ماتش كان متوسط، ما سهل ما صعب الصراحة. الحمد لله ديك الهدف عتقنا، كنا نتعذبوا في الاخر بزاف، ولكن المهم بيبا للدراري هايديك استمروا، باقينا النصف وفينال ونديوها ان شاء الله. الخوت القائمة غدا مع السبع، كلشي يكون واجد للدراري. يا ربي يكونوا اللاعبين واعرين، يا ربي يا ربي نديو ديك كأس العالم، مش مستحيل الدراري نديوها ان شاء الله بإذن الله.